ولد زكي رستم في 5 مارس 1903 في قصر جده اللواء محمود باشا رستم بحي الحلمية بالقاهرة لعائلة أرستقراطية ثرية. توفي والده وهو صغير، فتولى صديق العائلة مصطفى بكي نجيب رعايته. برزت موهبته الفنية منذ صغره، فانضم إلى فرقة مسرحية هواة وهو في سن مبكرة. حصل على شهادة البكالوريا عام 1924، لكنه رفض استكمال دراسته الجامعية ليتفرغ للتمثيل. بدأ زكي رستم مسيرته الفنية في المسرح، حيث شارك في العديد من العروض المسرحية الناجحة. اتجه إلى السينما في أواخر العشرينيات ليصبح من أهم نجومها. قدم أكثر من 240 فيلما، تنوعت أدواره بين الرومانسية والاجتماعية والدرامية والكوميدية. من أشهر أفلامه 1930، غروب الشمس، 1949، الحرام. تميز بأدائه القوي وحضوره المميز على الشاشة، ونال إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء. حصل على العديد من الجوائز والتكريمات، من أهمها جائزة أفضل ممثل من مهرجان كان السينمائي عام 1954. تزوج زكي رستم 3 مرات، لكن لم يستمر مع أي من زيجاته. عانى من فترات طويلة من الاكتئاب والشعور بالوحدة. توفي في 15 فبراير 1972 عن عمر يناهز 69 عاما، تاركا وراءه إرثا فنيا غنيا. يعتبر زكي رستم من أهم ممثلي السينما المصرية في تاريخها. ساهم بشكل كبير في تطور صناعة السينما المصرية وارتقاء مستوى التمثيل فيها. تميز بأسلوبه الفريد في الأداء وقدرته على تجسيد مختلف الشخصيات بإتقان. لقب بملك الشر لتميزه في أدوار الأشرار، لكنه برع أيضا في أدوار أخرى متنوعة. ترك زكي رستم بصمة مميزة في السينما العربية، وألهمت أجيالا من الممثلين والممثلات. تعد أفلامه من كلاسيكيات السينما المصرية، وما زالت تحظى بشعبية كبيرة حتى يومنا هذا. يذكر زكي رستم ليس فقط كممثل موهوب، بل كفنان مرهف المشاعر. عاش حياة مليئة بالتناقضات والتحديات.